بقول الكيتو حاله طوارئ؟ ممكن دكتور احمد برضو يقول هو ازاي بيأثر عليه. الموضوع مش على قد انك بتسحب بس جلوكوز، لا ده انا كانت واحده بتقول لي مره انا جالي كرامب، يكونش الكرامب ده بسبب الكيتو؟ قلت لها يعني حتى كان دكتور احمد كان انا ممكن كمان الكرامب ده يجي في عضلات القلب ويبقى حاجه صعبه قوي. فالكيتو يا دكتور هو انا بمنع الجلوكوز، ايه علاقه الاملاح والمعادن والكرامبات اللي بتحصل؟ تمام. احنا عايزين نقول احنا عملية التعامل الجسم مع الجلوكوز او السكر بشكل عام او الكربوهيدرات مرتبط بشكل كبير جدا مع الاملاح والمعادن. يعني عشان الجسم يمتص السكر محتاج معاه شوية حاجات بتحسن عملية امتصاصه، بتحسن عملية حرقه داخل الجسم، اللي منها الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفورس. كل الحاجات دي مرتبطة بامتصاص السكر. فلو انا قطعت السكر خالص الحاجات دي هيحصل فيها اضطراب بشكل كبير جدا. طب الحاجات دي وظيفتها ايه؟ الحاجات دي اهم وظيفة بتعملها في الجسم اللي هي التحكم في انقباض وانبساط وحركة العضلات. يعني عشان عضلاتي تشتغل بشكل كويس انا محتاج الاملاح المعدنية او الحاجات اللي انا قلت عليها دي. طيب لو انا ما خدتش السكر فبالتالي هيحصل اضطراب في الحاجات دي وممكن يحصل منها نقص كبير جدا، فبالتالي ده ممكن يعمل لي مشاكل وكرامبات وتقلصات في العضلات. طيب انا ربنا كرمني وخلصت الكيتو الحمد لله خسيت، وفجأة ايه فكرت ان انا اكل سكر تاني مرة واحدة. ايه اللي هيحصل لو بدأت اكل سكر مرة واحدة من غير ما يكون عندي نسبة كويسة من الاملاح والمعادن؟ لان انا بقالي فترة كبيرة ما باكلش سكر، فبالتالي امتصاصهم وعملية تنظيمهم جوه الجسم مضطربة وبنسبة كبيرة بتبقى نسبتهم قليلة في الجسم. فبالتالي لما اكل سكر مره واحده احنا قلنا عمليه حركه السكر مرتبطه كبيره جدا بالاملاح والمعادن، فبالتالي عشان يخش السكر جوه الجسم وبعدين يخش من الدم للخليه عشان يتحرق ويديني طاقه هيسحب معاه كل الاملاح المعدنيه اللي احنا قلنا عليها دي. فبالتالي هيحصل نقص شديد جدا في نسبة الأملاح المعدنية في الدم، فبالتالي هيحصل مشاكل عضلية جدا قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب وقد تؤدي إلى الموت. فبالتالي احنا عايزين نقول الكيتو ده من أكتر الحاجات اللي انت محتاج منها متابعة دقيقة جدا من الدكتور أو من الأخصائي التغذية اللي متابع معاك، لأن في بعض النقاط اللي انت لو وقعت فيها لا قدر الله ممكن تشنجات في العضلات، مشاكل في عضله القلب، مشاكل في المفاصل. فبالتالي الافضل ان انت تكون معاك دكتور واخصائي تغذيه متابع معاك بشكل كبير جدا وفاهم يعني ايه كيتو وفاهم المشاكل اللي ممكن تحصل من الكيتو.